بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عايز اتكلم معاكم على حاجتين مهمين: جديد صفقة محمد بن رمضان، وجديد صفقة المهاجم سيليتش، مهاجم الاهلي بيفكر فيه، وكمان جديد صفقة بوبينزا في الزمالك. صفقة محمد علي بن رمضان، هنرجع بس نتكلم كلام مهم الاول عشان الجمهور الاهلاوي يستمع ويفكر ويشوف الامور ماشيه ازاي. لو جمهور الاهلي مكان اداره الاهلي ولجنه التخطيط ومكان كولر دلوقتي، الاهلي في الوضع الحالي محتاج مهاجم ولا محتاج لاعب مهم في خط الوسط؟ يعني ايه اللي بنقوله؟ محمد علي بن رمضان مهم. طب لو الاهلي معروض عليه لعيب مهم زي محمد علي بن رمضان ولعيب مهم زي زيزو في خط الوسط، يفكر فيه دلوقتي حالا ولا المهاجم اللي هيبقى عنده ازمه؟ طب الاهلي يبقى عنده ازمه في المهاجم ليه؟ انت عندك وسام ابو علي خلاص بقى لاعب دولي، منتخب فلسطين هيعتمد عليه، احرز هدف قصاد فريق النشامه قصاد المنتخب الاردني في المباراه الاخيره. طب معنى كده انه يبقى موجود. طب ممكن يتعرض لاصابات، هيبقى عنده ضغط مباريات مع الاهلي ومع المنتخب، توقفات دوليه مع المنتخب. طب في الوضع ده الاهلي وكولر مشاكل مع كهربا، وكهربا لغايه دلوقتي مش باين مكمل ولا ماشي. تاو مهما كان برضه لاعب مزاجنجي، ليه بيحب ويكره ويبوس، وكولر ما بيحبش ده. فالاهلي محتاج حالا دلوقتي لا مهاجم. ضيف على كده ان الاهلي عنده رضا سليم، بيرسي تاو ما مشيش، يحيى عطيه الله، اشرف داري، عنده 4، وكده كده علي معلول الاهلي بيمضي معاه عشان يضيفه في شهر يناير. يعني كده كده في يناير لو بالوضع الحالي ده بس يكفي. لكن انت لو جاب صفقه محمد علي بن رمضان حتى دلوقتي عشان هي متاحه، انت كده كده محتاج مهاجم. طب علي معلول لما هتحطه هتمشي مين من الاربعه؟ فالموقف صعب في النادي الاهلي. قرار محمد علي بن رمضان وجوده بقى قرار صعب، بدون ما بيرسي تاو يتحرك قرار صعب، محمد علي بن رمضان صعب. فالمهاجم اللي بيلعب في الفريق دلوقتي اللي كان بيلعب فيه وسام ابو علي، لا هو الخطوه الاهم، بكفاءه عاليه مش بكفاءه عاليه، هو الخطوه الاهم، وجوده هو المهم. صفقه موبينزا ايه اللي بوظها؟ وايه اللي بيخليها تتعطل؟ وايه السبب؟ تسريبات نادي الزمالك. اللاعب كان مهم، لاعب مهم، اللاعب ماضي، لكن التسريبات اللي بتحصل في نادي الزمالك والرسائل اللي بتوصل للاعب لا بتخلي اللاعب يعيد حساباته. افتكروا الكلام اللي كان بيتقال ان لما الزمالك فكر انه يتعاقد مع رمضان صبحي، ورمضان صبحي لاعب مصري، اول كلامه قال انا عايز مرتب قيمه تعاقد الموسم الاول قبل اللعب. وفي انديه كتير كانت بتعمل ده، منها النادي الاسماعيلي كان بيعمل مع بعض اللعيبه، والكابتن ميدو كان بيتكلم ان لما لعيب يبقى واخد مستحقاته من اول الموسم، طيب انت هتعاقبه بايه؟ هيجتهد في التمرين ليه؟ فكان رمضان صبحي بيفكر في ده عشان عارف ظروف الزمالك. ما بال لاعب محترف، واللاعب المحترف ده كل الناس بتتكلم عنده تصرفات خارج الملعب مش تصرفات موزونه، ده معناه ان في قراراته هو مش موزون، يعني مش متاكد من قراره بنسبه 100% في اي حاجه بياخدها. فبالطبيعي الشخصيه دي ده لو سمعت نص اللي سمعه وربع اللي سمعه هو هيتردد. الزمالك دلوقتي هو اللي بقى مطلوب منه حتى ومعاه البطاقه، مش مهم البطاقه، ومكسب الزمالك دلوقتي هي قصه الفلوس. يعني مكسب الزمالك انه مجلس الاداره يقول ما انا لو ما لعبش وجالي وراح فرق روماني انا هاخد فلوس؟ لا، مجلس الاداره لازم يروح حد اللاعب في نيجيريا، اللاعب موجود فين، ويبدا تفاوض مباشر ويقنعه، والكلام المباشر مش عن طريق برنامج زوم. لا، الزمالك جاب لاعب احد، لاعب جناح مهم، فريق احد هيشيل معاهم نص قيمه التعاقد اللي هي بمليون